ساعات الأهل بيكونوا مصدر دعم للشخص وساعات برضه بيكونوا مصدر إحباطه. فيلم تيتا رهيبة بيتكلم عن مشكلة بتواجه ناس كتيرة جدا، وهي مشكلة تحكم الأهل. وللأسف تحكم الأهل ممكن يخلي الشخص معقد أو متوحد أو حتى شخصيته ضعيفة. بيبدأ الفيلم بمشاهد فلاش باك واللي بتعرفنا حياة رؤوف وهو صغير كانت عاملة إزاي، وبنشوف إن جدته كانت ماسكاه ضرب وتهزيق وإهانة لأتفه الأسباب. وطبعا ده غلط، عمر الضرب والتهزيق ما كانوا طريقة للتربية، ولأن الطفل مش هيقدر يعمل حاجة للشخص الأكبر منه اللي بيضربه أو بيهزقه، فهيبقى شعور جواه بإنه ولا حاجة، وإن أي حد ممكن يضربه أو يهينه عادي. المهم بنرجع لرؤوف وبنشوف إنه جاله عقدة من ناحية الجواز، وإنه خايف اللي اتجوزها دي تطلع شبه جدته، وبالرغم من إنه بقى عنده أكتر من 40 سنة ولكن هي لسه بتعامله كأنه طفل صغير، لدرجة إنها بتعامل الكلاب أحسن منه. وبعد فترة بيتجوز منار، وللأسف بدل ما تعامله إنه راجل كبير وشايل مسؤولية بتفضل برضه شايفاه صغير وبتتحكم في كل حاجة تخصه، لدرجة إنها بتاخد المرتب بتاعه وبتديله المصروف. المهم بيتجمع هو ومراته وبيقرروا يرفعوا عليها قضية، وده طبعا قرار غلط لأن في الأول وفي الآخر هي جدته يعني، واكيد مش هتتمنى له حاجه وحشه. بعد كده بيغمى عليها وبيحصل لبس، والممرضه بتقول له انها ماتت وبتكون قصدها على واحده تانية اصلا. بس رؤوف ساعتها بيعرف قيمتها وبيعرف قد ايه انها غاليه عنده، بالرغم من ان طريقه جدته في التربيه كانت قاسيه قوي الا انها كانت بتحبه وبتتمنى له كل خير. وطبعا عز الولد ولد الولد. طب يا ترى ايه هو حل مشكله كبيره زي مشكله تحكم الاهل؟ مبدئيا كده لازم نكون عارفين ان اهالينا دايما بيتمنوا لنا الخير ايا كان طريقه التربيه، فهم بيكونوا عايزيننا احسن الناس. وفي حلين للمشكله دي من وجهه نظري. الحل الأول هو إن الشخص يستحمل الطريقة والمعاملة دي ويحاول يتكلم مع أهله بكل احترام ويقول لهم يعاملوه أحسن من كده لأنه مش بيحب الطريقة دي. والحل التاني هو إن الأب والأم نفسهم يكونوا فاهمين إن التهزيء أو الضرب مش هيجيب نتائج، بل بالعكس هيدمر الطفل أكتر. في النهاية متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتقولوا رأيكم في التعليقات.